السلام عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقة جديدة. وحلقتنا اليوم تتحدث عن ليش اقدم نشرة حلقتنا اليوم حلقة غير عن كل الحلقات. اي حلقة سابقة تذكروها نسوها خلاص. اليوم بدينا من اليوم مطالع حلقات نارية وحلقات تكسر الدنيا، فيديوهات ان شاء الله رهيبة تعجبكم. طبعا اعزائي المشاهدين، يعني قبل ما نبدا الحلقة، قبل ما نبدأ أقول لكم إيش الحلقة وإيش رؤوس الأقلام. وتلاحظوا حاجة غريبة، يعني تلاحظوا شيء حاجة غريبة. لا يعني دققوا زيدوا النظر، يعني حاول. شكلكم عرفتوا صح؟ الخلفية، شوفوا الخلفية، هذه الخلفية التي جلست مدري كم أجلس. خليك جالس صلحي، علقت فنايل بس. وطبعا يعني ما تلاحظوش حاجة غريبة، زيد في حاجة غريبة ثانية. طبعا ليش لابس يوفنتوس اليوم؟ ما حد سأل، بس ليش لابس يوفنتوس اليوم؟ تعاطف معي تعاطف أكيد معي يوفنتوس. شوف يوفنتوس خصموا على أفكاره 15 نقطة. 15 نقطة، تخيل تكون بالوصافة وصيف الدوري الإيطالي وبالأخير تنزل للمركز العاشر. هذه دمرت مجهود اللاعبين كامل. ولكن تمنياتنا لنادي يوفنتوس إنه يعود. ولكن شكون صار اي سي ميلان، محترم الاي سي ميلان، جلس 10 سنوات ورجع عاد، فلذلك احسبوا 10 سنوات 20 سنة 20 سنة قدام، وإن شاء الله يوفنتوس يرجع. ونبدأ حلقتنا بأقوى 3 تصاريح. ليش تحمس؟ لا بس بأقوى 3 تصاريح. أول تصريح كان من النجم السويدي إبراهيموفيتش. طبعا بدي بتصريحه السلام عليكم. السلام عليكم، خلينا من الهبل. إبراهيموفيتش حيث قال ميسي يعتبر أفضل لاعب في التاريخ، وسيذكره التاريخ أنه حقق كل الألقاب الممكنة، ولكن أسفي على اللاعبين المنتخب الأرجنتيني البقية، وخصوصا الذين تصرفوا بشكل سيء. كيف يعني بشكل سيء؟ يعني اليوم مش نحلل كل شيء على كل كلمة، كيف بشكل سيء؟ تتذكروا بنهائي كأس العالم لما احتفل الحارس مارتينيز بعد ما تسلم حق أفضل حارس بالمونديال، فعل حركة غير لائقة يعني. وبعدين لما ذهب إلى الأرجنتين، رجعوا للأرجنتين يحتفلوا، فعل حركة غير لائقة، وتصرفوا بعض اللاعبين المنتخب، يعني مش كامل، بس يعني بعض اللاعبين تصرفوا تصرفات سيئة. فلذلك إبراهيموفيتش صرح هذا التصريح وقال وأضاف أنهم لن يفوزوا بلقب آخر مع المنتخب. إبراهيموفيتش طبعا تهور بالتصريح. فطبعا اللاعبين المنتخب الأرجنتيني يسكتوا. لا، من تتوقع وجه يرد على التصريح؟ هو لاعب أرجنتيني، بس تتوقعوا من؟ ميسي؟ طبعا لا، يعني ميسي ما تكلمش لما فاز بكأس العالم، عادش تكلم به. ليس ميسي. من تحدث؟ ديبول لا، يعني شو ديبول يدافع عن ميسي، ما تخصص المنتخب الأرجنتيني. ديبول مخصص لميسي، لكن اللي دافع عن المنتخب الأرجنتيني توقعوا من؟ وأتى رد الأغويرو على تصريح إبراهيموفيتش. أتذكر أنني كنت في مانشستر سيتي ولعبنا ضد اليونايتد. طبعا إبراهيموفيتش كان يلعب مع اليونايتد. ولقد قمت، يعني قمت ويكلم، هي زريبة حبيبي. هي طبعا أنا قلت لكم مش أفسر كل هذا. لقد قمت إبراهيموفيتش، يعني قصده إبراهيموفيتش، لقد قمت بتدخلات قوية واشتكيت إلى الحكم. يعني إبراهيموفيتش فعل تدخلات قوية على لاعب مانشستر سيتي، وهو اللي راح يشتكي. فلذلك يعني نفس المثل عندنا، ضربني وبكى سبقني واشتكى. تحسبون أن الكلام وقف لا هنا؟ لا، عاد جويرو أضاف. قلت لك هو تصريح سطرين من إبراهيموفيتش نزل له بصفحة. أضاف له إنه أنت آخر من يتحدث عن هذا. وعاد قال له إيش؟ إن كان أنت أيضا لديك السلوك سيء. إيش السلوك السيء اللي كان مع إبراهيموفيتش؟ إنه كان يدعي، قال له إنك كنت تمكن غطسات هنا، غطسات لما كنت تتحايل على الحكم. وأضاف إنه بمجرد أن ضربت شخصا ما لما كنت تلعب بجالكسي، لا ما قالش لما كنت تلعب، قال له عندما كنت تلعب. يعني أهم شيء هو نفس النسق. عندما كنت تلعب بجالكسي حتى تظاهرت أنه قد ضربك. تظاهرت أنه قد ضربك. هل هذا سلوك جيد بالنسبة لك؟ يعني هو أنا مش أقول لكم، يعني هو جويرو يقول لإبراهيموفيتش، قال له هل سلوك جيد يعني أنك لما كنت تدعي الميسو؟ بس يعني جويرو يعني نزل والله. يا ليتك إبراهيموفيتش سكت. تظن أنه جويرو سكت؟ لا،
عاد زاد اداله تصريح ثالث. يبدو لي أنه من الوقاحة القول إننا لن نفوز بعد الآن. أعتقد أنه قبل أن تعلق بشأن الأرجنتين يمكنك أن تعلق بشأن بلدك. قصف جبهة إبراهيموفيتش لاعبين منتخبك الذين لن يشاركوا بكأس العالم الأخيرة. لا هو غير والله يعني كان دائما إبراهيموفيتش هو اللي يقصف الجبهات. اليوم اقتصف جبهة إبراهيموفيتش قصف عنيف من الأجويرو. بعد ما تم قصف جبهة إبراهيموفيتش الآن نأتي قصف جبهة لاعب ثاني. طبعا هذا التصريح هذا يعني حيث صرح رودي غارسيا. طبعا من هو رودي غارسيا؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك، أنا ذات نفسي مش عارف. طبعا المشجعين النصراويين ومشجعين حمدون يعرفون من هو رودي غارسيا مدرب النصر. حيث صرح الفرنسي غارسيا مدرب النصر وقال، لكن نتكلم من الشخص، كريستيانو لن يعتزل مع النصر، سيعود إلى أوروبا في نهاية مسيرته للاعتزال هناك. إذن هذا التصريح في حاجة غريبة. لما انتقل كريستيانو للنصر طلعت شائعة إنه كريستيانو انتقل للنصر يكمل يعني يلعب للنصر لنهاية الموسم وبعدها سيذهب إعارة إلى نيوكاسل. فهذه يعني هذا التصريح، بعد التصريح هذا تأكدنا إنه احتمال 70% إنه كريستيانو إنه هذا الشائعة هذه إنه والثانية والتوقع الثاني إنه مدرب النصر احتمال يطرد كريستيانو. مش يعني احتمال تطرد كريستيانو، وحد الله خلك واحد طرد كريستيانو، يعني احتمال كريستيانو رونالدو يخرج من النصر، إنه مدرب غير مقتنع. طبعا هو مستحيل. التوقع الأول تمام إنه يذهب إلى إعارة نيوكاسل. أما يطرد النصر، والله رئيس النصر يطرد رودي غارسيا قال لك يطرد كريستيانو، أنت ما اديته. تخيل متابعين النصر 800,000 دحين قوم 12 مليون. فلت هذا أفضل لاعب ويجي لك أنت. يعني هو مش يعني فهمونا غلط، لا هو مش من تقليل من مدرب النصر، ولكن يعني أنا أشوف إنه كريستيانو يروح إعارة إلى نيوكاسل. أما إنه مدرب النصر إنه يخرج كريستيانو فهذا ابعدوها من رؤوسكم، لأنه مستحيل. بعد ما انتهينا من التصريح الذي كان بآسيا، طبعا احنا التصاريح كان سافر بين القارات، بين إبراهيموفيتش يعني كان بين أمريكا وأوروبا، فذهبنا إلى تصريح رودي غارسيا بآسيا. نعود من جديد إلى أوروبا، وبالتحديد إلى مدينة دولة إسبانيا وإلى مدينة مدريد، حيث قال أنشيلوتي. طبعا هذا تصريح أنشيلوتي، وقال أنشيلوتي أنا راض عن الفريق. يعني هذه طبعا بعد مباراة أمس ضد ريال سوسيداد. أنا راضي عن الفريق لقد لعب بطريقة جيدة جدا. إحنا ما إحناش راضيين. محبين الميرينجي غير راضيين على هذا. وأعتقد أننا ضغطنا على مدة 90 دقيقة بالحد الأصغر. إيش الفائدة من أنك تضغط بالأخير ما تسجلش هدف؟ يعني هذا استحواذ سلبي من أنشيلوتي، ولذلك يعني أنشيلوتي ضروري يراجع نفسه ويحاول يطور، يعني يرجع ريال مدريد لسكة الألقاب، ولا بيرس تطرد أفكارك من الباب. بعد اللحظة يعني أنشيلوتي يدري بعد هذا التصريح. أنت داري إنه بينك وبين برشلونة 5 نقاط، بينك وبين برشلونة 5 نقاط. يعني لحظة، أنا حابب يعني طبعا طبعا تعلمت اسباني، أشياء فضائح. طبعا الشيء بوضح الكلام هذا أوجهه لأنشيلوتي. طبعا اللي هو فاهم اسباني يديله، واللي هو مش يعني احتمال هذا المقطع يوصل لأنشيلوتي، فلذلك لا واثقة من نفسها مش واخد بالها. Sabias Ancelotti qual la differenza entre Real Madrid Barcelona est 5 puntos. يعني ايش هذا الكلام؟ اننا قلت لأنشيلوتي، طبعا هذا وصل لك أنشيلوتي، إن قلت لك ايش هو. انا قلت له انه اذا هل تعلم ان الفارق بينك وبين برشلونة 5 نقاط؟ بعد هذا التصريح اقول لك انا راضي وهو بينه وبين برشلونة 5 نقاط. جماهير ريال مدريد اضبطوا افكاركم. يعني اكملنا مقطعنا لهذا اليوم. اتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر اللايك وتتابعوني وتنشروا قناتي واهم شيء الاخلاق. مش دخل الاخلاق مدري. اهم شيء يعني افعلوا لايك، اهم شيء اللايك ونشر، اهم شيء هذا. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني طبعا ينتظرونا بفيديوهات جديدة وفيديوهات
من هذه اللحظة. تحياتي لكم والسلام.